السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ والله وحشتوني جدا 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 جدا. بقالي كتير ما طلعتش ولا عملت معكم فيديوهات ولا طلعت على القناة. ناس كتير كلمتني وناس كتير اتصلت بيا وتسألني وكده يعني. بس يلا الحمد لله، هي ظروف يعني زي ما انتوا عارفين. الدور ده اللي مبهدل الناس كلها بصراحة والله. أول حاجة مسك جوزي، خلاه بقاله فترة كبيرة عيان، تعبان خالص. بس الحمد لله والشكر، ربنا شفاه وخد بإيده يعني كده، والحمد لله. ربنا يشفي يا رب، يعافي ويعفى عنه ويشفي كل المرضى المسلمين جميعا يا رب. وبعدين مسك العيال، يعني أول حاجة كان أبو عبد الرحمن وفرحة ويوسف. بعدين انا وعبد الله. بعدين يعني ابني الكبير. طبعا ايه، يعني الدور ده بص كده لف علينا كلنا، اداني كده فترة، خلاني كده ايه لف حوالين نفسي. كلهم ناموا، واعمل لهم اجيب لهم العلاج واكشف لهم اجيب لهم العلاج مش عارفه ايه. وانا الوحيدة اللي خدت الدور، وانا بلف في البيت، يعني اقوم اطبخ واروق وانضف واغسل واعمل كل حاجة، وبعدين اجي اترمي على السرير ايه، اريح لي شويه على ما اخد اي البرشام بتاعي والعلاج بتاعي، افوق كده واروح القى نفسي فقت، اروح جايمه اعمل حاجه وارجع ايه انام تاني، اعمل حاجه وارجع انام تاني. انما ما نمتش يعني ارتحت له الدور، لا بالعكس، انا ايه قعدت الف بيه في البيت. الحمد لله والشكر لله يعني. إيه، قلت بقى اقوم كده ايه اركز مع القناه شويه كده، عشان انا بقى لي ايه فتره كده يعني اركنها على جنب، ما بعملش اي حاجه فيها. من اخر فيديو عملته ما عملتش حاجة تاني. فاول حاجة بدأت إيه بفوق، قلت اعمل روتين فوق كده. طبعا ايه البيت الفوق ده احنا على طول ايدنا فيه بنروق وننضف، بس ده يوم، طبعا ده يوم زي ما انتوا عارفين ايه، ما طلعتش فوق. كنت دماغي صداع عندي شديد كده وتعبانة، وعندي صدري، يعني قفص الصدر بتاعي كده، ده عظمي، العظم بيوجعني، معرفش من ايه. واتخضيت كده وقلت حصلت لي حاجة. انام على جنب اليمين اتعب، مش عارفة انام على جنب الشمال مش عارفة انام. فاخدت يوم كده تعبانة خالص، وبعدين رحت كشفت، فالدكتورة بتقول لي ده انت مليانة رطوبة، صدرك مليان رطوبة طالع على العظم بتاع صدرك كده من فوق. الحمد لله والشكر لله، يعني بلاش تتعرضي لمية لهوا، بلاش يعني الايام دي حافظي على نفسك وكده. بس فانا الحمد لله والشكر لله يعني قمت كده فسبت البيت ده يوم، يوم كده ما طلعتش. زي لقيته زي ما انتوا شفتوا كده ايه في اول الفيديو، العيال مخلينه حاجة يعني الحمد لله. قلت اما اقوم ايه اصور كده اعمل فيديو وانضف معاكم كده على الطبيعة. نزلت الاول غسالة تحت، لاني انا مش مستحملة الهواء اللي فوق ده بصراحة. الصالة مكشوفة خالص، فكل ما بغسل طبعا عشان مش عاملة توصيلات. وفي اخت محترمة كده برضو بتقول لي طب ما انتي اسهل لك انك توصلي ايه خرطوم في الغسالة. والله احنا الوصلة اللي في الحمام دي، الحمام ده لسه ما فيهوش حنفيات ولا ليه وصلات ولا اي حاجة، هي ماسورة كده في الارض. بس ايه المية ضعيفة عشان المواسير بتاعت توصيلة المية نص بوصة، فالمية ضعيفة، فمش هينفع نعمل اي، حتى لو حطيت خرطوم اجي اعبي بيه المية مش بتمشي في الخرطوم لان ضعيفة جدا. بس نظام احنا نظام خزانات وكده، بس ضعيفة جدا يعني، فمش عارفة ايه الحكاية. فلما جبنا سباك قال لنا لا، عشان المواسير نص بوصة اضطر ان انتوا تغيروا، يعني احنا عايزين نغير المواسير بتاعت البيت كله فوق من فوق لتحت. فانا قلت ايه يعني ايه امشي حالي كده لغاية ما ربنا سهل الامور يعني. واتعملت سباكة يعني ايه فوق بالمرة، يعني ما يأسس سباكة من اول وجديد، بمعنى الأصح يعني الشقتين فوق وتحت عايزين سباكة من الكثير وشغل جامد يعني. فإن شاء الله بإذن الله شغل قدام كده ربنا يسهل الأمور ونعملها بإذن الله.
بس بضطر ان انا اعبي مثلا لا مؤاخذة بجردل بالجزازة، اشيل الجزازة زي ما انتوا شايفتوا كده، اعبي الجزازة، اشطف في الطشت كده، اشطف الغسيل واحطه فوق الحوض بتاع العصر اللي بيعصر الهدوم. تمام. فانا بتبلبل ميه بقى، ببقى كل ميه والهوا شديد فوق فبتعب. اضطريت ان انا انزل غسالة تحت، حطيتها تحت ويعني بغسل عليها دلوقتي، مش بحس بالتعب اللي بحسه فوق الهوا يعني. في الصيف ما كنتش تعبانة ولا حاجة، بس لما بدأ الجو يشتي كده شوية حسيت ان انا تعبت، صدري تعبني بصراحة، فنزلت الغسالة تحت. بس اي عيل من العيال بديله الغسيل بيطلع فوق ينشره، يعني ينشر ويجيبولي السبت. تمام. والحمد لله والشكر لله. جيت هنا بقى في الأوضة دي، الهدوم دي يعني انا قلت بدل خسارة ما هي مركونة، احنا نطلعها كده، حد غيرنا يستفاد بيها. كلها بصوا دي هدوم جميلة والله ما فيها اي حاجة. العيال مش راضين يلبسوها، يعني انا ليا هدوم ابو عبد الرحمن والعيال وكده، فرحت زي ما هي صربت الهدوم كده الكويسة، وقلت حرام احنا مش هنلبسها غيرنا يلبسها. بطلعها كده بجمعها كلها. الاول انا كنت شايلها في شوايل وكده، طبعا العيال ما خلوهاش. دلوقتي انا عشان اجيب حاجه نظيفه احط فيها الهدوم، عشان عايزه انزلها تحت اغسلها بقى. دي غسالتي القديمه اللي انتوا عارفينها، اللي كنت اغسل فيها الاول. عملت الجلابيه دي، ربطت الكمام بتاعتها، وهحط الهدوم دي فيها وهنزلها تحت. انا عامله جلابيتين معبياهم هدوم، الهدوم دي كلها حلوه. هروح انزلهم تحت، اتسلى بقى كل يوم اغسل لي شويه فيهم لغايه ما اخلصهم كلهم، لان دي هدوم كتيره خالص. يعني دول كانوا 3 شوايل او 4 شوايل هدوم. دول بقى هقوم اعملهم دلوقتي، هنزلهم تحت في البيت واشغل غسالتي كل يوم. العيال يروحوا المدرسة وانا بقى ابدأ غسيل من الصبح، يعني اخد لي ساعة كده اغسل لي شوية شوية فيهم كده. تمام. والحاجات اللي انتوا شايفينها ورايا دي فيها حاجات مقطعة، ما ينفعش ان انا اديها لحد بصراحة، فانا قلت هستعملها في المطبخ عندي، يعني كل ما يكون محتاجة انزل المطبخ عندي. تمام. ودي كتب برضو فيها ملخصات وفيها مذكرات يعني، وحاجات كتيرة العيال مشترينها، فبرضه حرام ان هي تقعد مركونة كده، فاحنا نطلعها على وجه الله. تمام كده. لميتها كلها كده لغاية بقى ما اخلص خليطها تحت الترابيزة، لغاية ما اخلص الهدوم، واجهز الهدوم واجهز الكتب دي كلها. دي بتاجي جمعية خيرية، بتاجي تاخد الحاجات دي بيعملوا بيها معرض، بيعملوا هم عارفين ناس كتير يعني وكده، فبيديهم الحاجات دي خسارة. الملخصات الهدوم دي، انا والله يعني في بداية المدارس الهدوم بتاعت المدارس كلها بتاعت العيال اللي هم مش هيلبسوها بصراحة كلها غسلتها وطبقتها تطبيقة حلوة كده ونضفتها، حطيتها في اكياس نظيفة ووديتها لهم برضو. كانوا عاملين معرض وما شاء الله، يعني بنتي فرحة مشتركة، يعني متطوعة في جمعية رسالة، بتروح معاهم، كانت هي معاهم في المعرض ده. قالت لي يا ماما يعني ما شاء الله حطيناها اتباعت كلها عشان نظيفة بصراحة، يعني انا بحافظ عليها. هدوم المدارس دي كده مش بتتبهدل ولا حاجة عندي يعني، بس بتقصر على العيال مش بيرضوا يلبسوها تاني، بس فبنطلعها اول باول بصراحة. والحاجات دي انا عندي لان مش هيلبسوها، فانا قلت فرصة كده انضف بالمرة، انضف واطلع زي كده وكده. هنا انا بلم الكيس ده فيه برضو شوية ورق، قلت حلمهم في الكيس واركنهم على جنب برضو لغاية ما اشوف الحاجة اللي هتنفع، والحاجة اللي مش هتنفع نرميها بس. وهجيب كل حاجة اركنها هنا على الترابيزة زي ما كانت، لان الأوضة دي احنا بنخزن فيها الحاجات اللي احنا مش بنستعملها، بس كل فترة كده نروجها وننضفها ونركنها مكانها، يعني عشان ما تلمش حاجات وحشة وكده يعني، ولا زي كده يعني. بس دخلت هنا تحت الترابيزة بقى، جبت اشيل الورق برضو من تحتيها وهكنس، طلع الناحية التانية ناحية الشوالة اللي انتوا شايفينها، الشكارة اللي فيها شوية دقيق دي اللي انتوا شايفينها، بس وهكنسها كنسة حلوة كده واطلعه كده تمام. لو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك، واللايك اهم حاجة، اللايك يا جماعة كده ويا ريت كده يعني اللي
الفيديو تشيروه كده مع اصحابكم على الفيسبوك وعلى يعني يشيروا كتير يا جماعة. خلي القناة تطلع، والله القناة بقالها فترة يعني ايه نزلت، بقت نازلة يعني كده خالص. طبعا عشان انا اهملتها، بس انا غصب عني يعني الظروف اللي انا فيها. هنا برضو المجارس العيال بيطلعوها اللي يركبوا عليها كده يحطوها فوق السفرة ويركبوا عليها من فوق وينطوا. البتاعة دي برضو انا عايزة اطلعها والله، لاني عم واخدة مكان كده وكده كده ان ايه يوسف مش بيلعب فيها ولا حاجة. تمام، بس هي ايه يعني بصراحة الترويج ده يجي في وقته، وطبعا ما معكيش حد في البيت، فانتي بصي في روجان كده. انا يعني لو في 5 بيوت تاني في الوقت ده كنت هنضفهم بصراحة عشان ما معيش اي حد. كنت يعني الحمد لله كده في روجان، كنت بشتغل بمزاج. وانا صرحت الفيديو معلش عشان خاطر ايه الفيديو ده بالظبط كنت تصوير ساعة او ساعة الا، فمش هينفع ان انا ايه انزلكم فيديو ساعة على ساعة الا. فانا قلت ايه احاول اسرع معاكم الفيديو عشان انتم ما تتضايقوش ولا تملوا مني يعني. ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، واللي ما اشتركش في القناة يعني فضلا وليس امرا الاشتراك في القناة بتاعتي يعني وكده. آه وجزاكم الله كل خير. انا مش عارفة والله، ما فيش كلام يعني اقوله لكم تاني غير اني اقول لكم يعني بارك الله فيكم وعلى سؤالكم عليا يعني، والناس اللي سألت عليا واللي ما سألتش عليا برضو بارك الله فيكم جميعا والله. ربنا يبارك لكم يا رب. تمام. هنا خلاص لميت كده الزبالة أعزكم الله، وهطلع الأكياس دي كلها برا وهطلع السلم. أنا بصوا هنا كنت إيه بكنس السلم ووجهت الكاميرا ونازلة كده حكنس، ورحت لقيت إيه في حد من جيراني طالع على السلم. رحت دخلت فصلت الكاميرا وقفلت الباب وإيه، وجيت قلت هروح أصور لكم بقى البيت لما خلصت والسلم أعمله براحتي، عشان في ناس كانوا طالعين عايزين يركبوا رسيفر وكده او يعملوا ايه مش عارفة على السطح فوق. فانا اتكسفت بصراحة، دخلت وقفلت الباب. وهالهدوم دي اللي انتوا شايفينها اللي انا هغسلها واطلعها لله كده، وادي فتحت